السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا أخواتي في قناتي مطبخ مشكري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد لي شنيك بالماء فقط بدون حليب وبدون عجين مورق، بالعجينة السهلة السريعة، عجينة المسمن. لكن كيجي واحد لي شنيك صدقوني أفضل من تاع المخبزات. غادي تديروا هذه الوصفه ان شاء الله وغادي تكون معتمده عندكم باذن الله. وصفه اللي هي رائعه، بلا ما ديروا الحليب بلا ما ديروا العجين المورق، خدموا غير بهذه الطريقه هذه، ساهل ماهل والنتيجه ولا اروع. هانتوما كما كتشوفوا ساهلين. انا هنايا ان شاء الله ضاعفت الكميه باش خرج لي واحد الكميه، وهاد اللي شني كنحتاجوهم الوليدات المدارس اولا لفطور الصباح كذلك ينفعونا، راهم كيجيو غزالين. غير تبعوا النصائح والطريقه ان شاء الله غادي تعتمدوا هذه الوصفه دائما وابدا ان شاء الله باذن الله. انتم كتشوفوا كيفاش كيجي داك التوراق ما شاء الله. انا الصراحه درتهم بالحليب، درتهم يعني درتهم بالعجين المورق، لكن صدقوني هذه افضل، هذه سهله وكيجيو زوينين، يعني كيجيو غزالين ونفس المذاق ونفس النتيجه، يعني بلا ما تعذبوا راسكم. هانتوما شوفوا ما شاء الله هاد الصوانيه اللي خرجت ليا ما شاء الله تبارك الله. صدقوني جاو كيما نتاع المخبزات او افضل، لان كديرهم بيديكم وكتعرفوا شنو كديروا فيهم، حاجه اللي هي نقيه وحاجه اللي هي زبده كتعرفوا شنو الزبده كتستعملوا. المهم غادي نبداو ان شاء الله بالطريقه وبالمكونات. غادي يكون عندي اخواتي 600 غرام من الدقيق والقليل من الملح، معلقه صغيره ولا قل شويه من الملح، واحد ساشي من الفاني. انتم كتشوفوا المكونات بساط. هنايا عندي 3 المعالق من السكر، 3 المعالق فقط ديال السكر. هنايا غادي ندير ربع كاس من الزيت، انا فت شويه الربع لكن ربع كاس كافي من الزيت. والخميره اخواتي ضروري ديروا الخميره، لان الزيت ما كتخليش الخميره يعني هكايا تختمر بسرعه. انا درت هنايا واحد الباطه نتاع الخميره، المهم هذه كتكون فيها تقريبا 20 غرام، اسمحوا لي كتكون فيها 40 غرام. تقدروا ديروا ملعقه ونصف من الخميره الفوريه او حتى ل2 معالق، لان الزيت ما كتخليش الخميره قلت لكم تختمر. هنايا درت كاس ونصف من الماء، النصف ما بينتوش ما بانليش ما عرفتش علاش، مهم كاس ونصف من الماء اللي هزات لي هذه العجينه هذه. العجينه ما خصهاش تكون رخوه، خصها تكون عاديه باش تجيكم سهله في الخدمه، ما تكونش رخوه. هانتوما العجينه كتكون هكايا، وغادي نخليها تختمر وغادي نمشي وخليتها تختمر. ضروري تخليوها تطلع مزيان، ديك الاختمار الاول هو المهم بزاف. صافي هنا اخواتي غادي نقسمها الى 4 وغادي نديرهم كويرات ونخليهم يرتاحوا واحد شويه باش يساعدوني. انا الصراحه ما خليتهمش يرتاحوا نهائيا، بديت خدمت فيهم ديريكت. هو تخليهم يرتاحوا شويه غادي يجيكم اسهل. هنايا غادي يكون عندي شويه نتاع النشا، تقدروا تستعملوا حتى الدقيق ما كاين حتى شي مشكل. انا كان عندي النشا واستعملت غير شي شويه هكايا، انا فضلت النشا يكون افضل، ماشي شي كميه. هانتوما غير شويه غير باش كنطلق ديك باش ما تلصقليش مع طاوله العمل وصافي. يعني ما كنديرش النشا هكايا في الوسط ولا شي حاجه، غير باش تساعدني ما تلصقليش العجينه مع طاوله العمل. صافي كنطلقهم شي شويه هكا دوائر وكنحطهم لي جانب حتى كنطلقهم 4 على هذا الشكل هذا، كنحطهم لي جانب وكنكمل. عمليه سهله بزاف، سريعه ما كتاخذش الوقت. الا انا كنقول لكم على الخميره، يعني الا درتوا خميره قليله مع الزيت كتخلي العجينه كتاخر في الخميره، هذه بالتجريب. واخا تكون الحراره الزيت كتقتل الخميره. صافي هنا درت دوك 4 هكايا، وهنايا عندي 125 حتى 150 نتاع الزبده ذوبوها. انا اخواتي درت زبده حيوانيه مع واحد المعلقه من الزبده زبده التوريق. بالنسبه للاخوات اللي هنا في هولندا ما كتكونش زبده التوريق، ما كتباعش، انا كنجيبها معايا من المغرب وكنديرها في المجمد
كنهز منها مرات ديك المعلقه ملي كنبغي هاد الوصفات، مثلا الكرواسا لي شنيك هكا كنستعمل ديك المعلقه. علاش كنستعملها؟ غير باش باش كتنشف لي الزبده على العجين بحال هكا كتنشف. اما الزبده الحيوانيه ما كتنشفش. لكن اللي ما عندوش الزبده اللي ما عندوش زبده التوريق، مع هاد الزبده يذوبها، يدير معها معلقه نتاع النشا ويحركها باش كتقال شويه ديك الزبده. هذه هي الطريقه اللي ديروا الاخوات اللي ما عندهمش زبده نتاع التوريق. صافي كل طبقه ما بين طبقه وطبقه كندير ديك 2 معلقات نتاع الزبده. نتوما كتشوفوا يعني ماشي شي كميه اللي هي كثيره. تقدروا تكتفيو بحال هاد الطريقه هذه، تكتفيو صافي وتطلقوا وديروا كريم باتيسير او او المربى ومهم الشكلاط ولا الزبيب ولا وتلويو بحال هذا الشكل هذا. لكن انا هنا بغيت نعطيها مازال التوريق وبقات لي الزبده، وقلت غادي نكملها بهذه الطريقه هذه. 1 2 معلقات عاوتاني ولا 3 هكايا. هانتوما ساليت. المهم بغيت نكمل ديك الزبده اللي كانت عندي ديك 125 غرام حتى ل 150 غرام، 125 حتى ل 150. درتها بهذه الطريقه هذه كيما العجين المورق بطريقه سهله. اخوات اللي عندهم زبده حيوانيه يديروا معها معلقه نتاع النشا ويحركوا باش كتنشف لهم الزبده ما تعذبكمش. صافي هذه هي العجينه ديالنا، سهله مهله. كنخليها ترتاح واحد شويه، ما كندخلها للثلاجه ما والو باش ما نقتلش ديك الخميره. خليتها غير على برا نهائيا، ما دخلتش للثلاجه باش كتبقى لي ديك الخميره مزيانه وكيخمروا لي شنيك بسرعه. صافي دابا غادي نطلق العجينه ديالي. نتوما كتشوفوا شحال سهله، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. على هذا الشكل هذا انا درت غير المربى نتاع المشماش، طحنته. المهم الا كان فيه هكايا طروفه وداكشي غادي تطحنوه. انا طحنته صافي ودهنته. انا الصراحه كتعجبني بالمربى افضل من تاع كريم باتيسير. اللي بغى يدير كريم باتيسير يديروا اخواتي، ولا غير بودره كريم باتيسير مع الحليب صافي يعني، ويقدر يديرها الانسان يستعملها ويزيد عليها شويه السكر. انا فضلت غير هذيك 2 معالق نتاع المربى، جاء اقتصادي وسهل وكيعطي البنه وكيعطي واحد المذاق غزال بالمربى. صدقوني جربوه بهذه الطريقه هذه. صافي ودرت غير الشكلاط، اللي هاد المره درت الشكلاط ما درتش الزبيب. وغادي نلويه هكا، نلويه ماشي هكا بحال المسمن، كنلويه شويه متباعد، ما تزيروش يديكم. وفي الطريف هكاك ما كنديرش المربى باش تلصق لي العجين على هذا الشكل هذا. ومباشره جبت واحد الخيط، لان بالموس غادي نعوج. جبت واحد الخيط وبديت كنقطع هكا بالخيط، يكون افضل كيقطع بسرعه. وانتم غتشوفوا داك التوريق تبارك الله ما شاء الله غادي يكون باين. انا اخواتي راه ضعفت الكميه، درت 2 عجنات، درت 600 غرام على 600 غرام باش عطاوني واحد الكميه. هي انسان يدير يعني 2 عجنات يكون افضل. غير كنعطيكم كميه صغيره باش الاخوات اللي كيبغيو كميه صغيره يجربوها. ما بغيش ندير، شوفوا التوريق ما شاء الله، ما بغيش نعطيكم يعني كميه كبيره ضربه واحده. كنفضل ندير كميه صغيره ونضعف انا الكميه الا بغيت يعني مع التصوير وداكشي. كنبغي واحد الكميه اللي هي تكون شويه باينه، يعطيك داك التبصيل معمر هكايا كيكون باين. صافي اخواتي عزلت هنا الحبات الكبار هما الاولين، هما تقريبا جاوني حجم واحد، لكن المهم الصوانيه كانت الحجم ديالها شويه اكبر. هنايا كتقدروا تضغطوا عليها شويه بيديكم تقرصوهم، اولا تخليوهم عادي. بغيتو تخليوهم عاديين تخليوهم. انا زدت قرصتهم شويه بيديا صافي، وراه اختمروا لي بسرعه. يعني التصوينيه الثانيه كذلك نتوما كنوريكم كيفاش ديروا داك الطريف، كديروه من التحت باش ما يتحليكمش، ومن بعد تقرصوها بيديكم. طبعا كتخليو العجينه شويه ترتاح عاد باش كتقرص، اما راه ما تقرصش ديريكتي الا قطعتو، كتخليوها ترتاح شويه عاد ديك الساعه تقدروا تقرصوها شويه. صافي ودخلتهم الفران الفرن شويه كان ساخن، خليتهم انتم دغيا يختمروا. هنايا درت صفار البيض مع شويه نتاع الحليب، هذه باش دهنت انا، ما درتش البياض، درت صفار مع شويه نتاع الحليب ودهنت هذه الكميه هذه كامل. ضروري يختمروا اخواتي، خصهم تشوفوهم هكا مختمرين باش يجوكم زوينين، باش ما يجوكمش مدقسين، يجيو هكا خفيفين ومورقين.
نتوما كتشوفوا الطريقه سهله سريعه اقتصاديه. وغادي ندخلوا من الفرن اللي سخنته على درجه 200 درتو سخن مزيان 250 عاد في الفرن هانتوما كتشوفوا. ومن بعد غادي ننزلوا الحراره لديك 170 180. وهانتوما الصوينيه الاولى طابت ليا ما شاء الله، خفيفين غزالين. البنه ما نقول لكمش، غير جربوهم. الوليدات مع الدخول المدرسي وداكشي كيحتاجوا بحال هاد الوصفات هادو. انا اخواتي ما كنبغيش نكثر الوصفات، كنبغيش نديرها لي شنيك ها الكرواسا سميتو، كندير وصفه وحده تكون باينه يستافد منها الانسان. ومره عاوتاني فيديو جاي ان شاء الله ندير معكم وصفه جديده كذلك. وهذه هي الوصفه ديالي. شوفوا ما شاء الله كيفاش جاو غزالين كبيبرين. انا كيعجبني داك لي شنيك يكون هكايا كبير جايب العين. ما ديك الصينيه الاولى جاتني كبيره ما شاء الله، جاو غزالين ومورقين، كيجيو كيحمقوا وخفافين ورطبين. هانتوما كتشوفوا نتوما تشوفوا داك التوراق كيجيو غزالين. غير جربوهم اخواتي، انا متاكده انهم غادي يعجبوكم بدون عجين مورق، بدون تعب، بدون تكلفه. كاين اللي كيدير البيض، كاين اللي كيدير الحليب، كيديروا وفي الاخر كتخرج نفس النتيجه اولا هذه كتكون عاد افضل. هانتوما كتشوفوا اخواتي بالصحه والراحه. ونقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى الوصفه القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.